إذا بعد ما انحسم مستقبل المدرب كارلو أنشيلوتي بالرحيل عن ريال مدريد بغض النظر عن النتائج، فمن المنتظر أنه يقدم أفضل مباراة له هذا الموسم، مستغلا خيبة الأمل اللي تعرض لها الفريق الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه هذا الفوز ممكن يصنع من موسم ريال مدريد من موسم عادي لموسم مميز جدا عن طريق الظفر في لقب الليغا في نهاية الموسم. فعليا 189 مباراة بين الفريقين على مستوى الليغا، 78 انتصار لريال مدريد و75 انتصار لبرشلونة و35 تعادل. فعليا سجل برشلونة 305 من الأهداف واستقبلت شباكه 304. الهداف التاريخي لمواجهات الكلاسيكو في الليغا هو ليونيل ميسي ب15 هدف، ويليه كريستيانو رونالدو ب9 أهداف. الأكثر مشاركة هم فعليا سيرجيو راموس وليونيل ميسي في الكلاسيكوهات ب45 ظهور، وكمان تشافي هرنانديز 42 ظهور. فعليا أول كلاسيكو في التاريخ على مستوى الليغا انلعب عام 1929 وانتهى لصالح ريال مدريد 2-1. أكبر فوز لصالح برشلونة هو 5-0 مرتين، أبرزها عام 2010 بقيادة جوارديولا، وفعليا أكبر فوز لريال مدريد 5-0 بقيادة خورخي فالدانو. فعليا هذا الكلاسيكو مميز لأنه الفريقين ما عندهم إشي يخسروه. أي فريق منهم يسعى أنه يحول موسمه لموسم مميز عن طريق الظفر بلقب الليغا، مع أفضلية بسيطة لصالح برشلونة بسبب أنه عنده 3 انتصارات على ريال مدريد هذا الموسم، في حين يسعى كارلو أنشيلوتي انه يخرج بافضل صورة ويكون خروجه مشرف من خلال تحقيق الفوز على برشلونة والقتال حتى اللحظات الأخيرة على لقب الليغا. لذلك من المتوقع انه المباراة رح يفوز فيها المدرب اللي بيكون اكثر شجاعة واكثر مبادرة واكثر رغبة في الفوز عند فريقه، وتقريبا بيعيشوا حالتين متشابهات كمان مع أفضلية بسيطة لبرشلونة لأنه أكثر إقناعا على مستوى الأداء من ريال مدريد. نتمنى إن هالمباراة بتكون تليق بحجم نهائي الليغا، خلينا نحكي، بين برشلونة وريال مدريد، وتلبي تطلعات الجماهير والمحبين جميعا إن شاء الله.